السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير، معاكم اخوكم اسلام حمادة، اهلا بحضراتكم في تغطية الجولة الاولى والفيديو الاول من تغطية بطولة الجامعة للشطرنج. ايه يا اسلام بطولة الجامعة دي؟ هي بطولة العالم يعني؟ لا مش بطولة العالم ولا حاجة، ولكن المفترض يا جماعة اقول لكم على حاجة. المفترض ان انا ما اشاركش فيها اصلا، ليه؟ هقول لكم. لان المفروض بطولة الجامعة دي معمولة للشباب اللي هم في الجامعة، منطقي يعني، هي بطولة الجامعة اللي في الجامعة يعني، مش بره الجامعة. تمام، ولكن الفكرة في ايه بقى؟ الفكرة ان انا المفروض اكون في امتياز، ولكن سنة خمسة عندنا هي بتمتد سنة ونص. يعني ايه؟ يعني المفروض انا دلوقتي اكون في اولى امتياز، ولكن سنة خمسة لسه ما خلصتش، فاحنا هنخلص سنة خمسة في شهر واحد، فانا مسجل لسه في سنة خمسة. يعني دلوقتي في دفعتين سنة خمسة، في انا في سنة خمسة طب اللي هي اخر سنة، وفي الدفعة القديمة اللي هم الاصغر مني بسنة، اللي هي الدفعة الأصغر مني مش القديمة، إحنا الدفعة القديمة، الدفعة الجديدة أقصد، تمام؟ اللي هم الدفعة الأصغر مني بسنة، الدفعة الأصغر مني بسنة لسه بادئين خمسة، يعني دلوقتي في دفعتين في خمسة حتى عشان كده الدكاترة يقولوا أنت خمسة جديد ولا خمسة قديم، تمام؟ فالمفترض إن يعني أنا ودفعتي نكون تخرجنا، ده لو إحنا في أي كلية تانية، ولكن سنة خمسة في طب بشري في كل الجامعات تقريبا بتمتد سنة ونص، بنخلص في شهر واحد، أظن حتى القصر العيني يعني، تمام؟ طيب إيه فكرة بطولة الجامعة؟ الفكرة يا جماعة إن كان يوم 20 10 من حوالي 10 أيام أو أسبوعين، كان في بطولة على مستوى كلية طب بشري بس، تمام؟ كان في بطولة على مستوى بس كلية طب بشري، تمام؟ وبعدين في نفس الوقت ده كان في يعني بطولة شطرنج على مستوى مثلًا كلية طب بيطري، على مستوى كلية علوم، على مستوى كلية هندسة، على مستوى جميع الكليات كانت مقامة بطولة شطرنج، تمام؟ طب وبعدين بياخدوا المركز الأول والمركز التاني ويدخلوهم بقى بطولة الجامعة، يعني أو أعلى مركزين في طب مع أعلى مركزين في حاسبات، ويعملوا بقى بطولة جامعة اللي هي لسه اللي بدأت النهارده، وبالتالي في بطولتين، ركّز بقى عشان أنا هاعرض لك مباراتين النهارده، تمام؟ البطولة الأولى اللي هي بطولة الكلية اللي هي بتاعة كلية طب بشري، تمام؟ والبطولة التانية اللي هي على مستوى بقى مين؟ الناس اللي صفِّت. طيب أنت عملت إيه أصلًا في بطولة الكلية؟ كانت بطولة بسيطة، الحمد لله طلعت مركز تاني، تمام؟ وهاقول لكم الجيم الوحيد خسرت جيم واحد يعني، تمام؟ نقصت نقطة واحدة، والمفروض يعني إن أنا صفّيت يعني، وهادخل بقى اللي هي بطولة الجامعات اللي هي بدأت النهارده، تمام؟ اللي هو أحسن 2 من كل، أو الاتنين اللي كسبوا البطولة بتاعة الكلية من كل جامعة، تمام؟ طيب جِبت كام في البطولة بتاعة الكلية اللي فاتت؟ جِبت 4 من 5، خسرت دور واحد، هي كانت 5 جولات بس يعني عشان كانت فيهم واحد وكانت rapid 8 دقايق plus ثانيتين، مش عارف إيه 8+2 دي، ولكن ما علينا يعني، تمام؟ المهم، فندخل بينا يالّا بينا بسم الله، إحنا هنتفرّج على إيه دلوقتي؟ أنا دلوقتي في جولتين عايز أعرضهم لحضراتكم، الجولة الأولى بتاعة بطولة الجامعة، لأن المفروض دي البطولة دي الكبيرة، لأنه خدوا أحسن 2 بقى من كل كلية، ودي بطولة قوية جدًا، جدًا. إيه نظام بطولة الجامعة صح؟ بطولة الجامعة نظامها كالآتي، هي بتكون 7 جولات كلاسيك، كلاسيك يا دكتور كلاسيك، اللي هي قد إيه كلاسيك؟ 20 دقيقة، يا راجل بتهزر! هو 20 دقيقة كلاسيك يا جماعة لو أنت وصلت ل20 دقيقة فده كلاسيك، 15 دقيقة ده رابد، أظن يعني تمام، 20 دقيقة من غير زيادة، فهو يعتبر مش كتير أوي يعني تمام، نظام البطولة يا جماعة هي 4 أيام، النهارده كان اليوم الأول جولة واحدة، تمام، بكرة جولتين اللي هو يوم التلات، الأربع جولتين، الخميس جولتين، طب وبعدين أعلى 2 في بطولة الجامعة، اللي هو البطولة اللي إحنا خدنا فيها أحسن 2 من كل كلية، بيصفّوا بقى على جامعات مصر كلّها، يعني أحسن 2 من جامعة مثلًا القاهرة، مع أحسن 2 من جامعة عين شمس، مع أحسن 2 من جامعة إسكندرية وهكذا، تمام، يصفّوا بقى، تمام؟ طيب، طب بطولة الجامعة يا إسلام دي مشارك فيها ناس قوية كده وكده، يعني في ناس مستواها متوسط عادي متواضع، وفي ناس قوية جدًا، جدًا، لدرجة إن في ناس مشاركة تقييمها 2250 و2300. ده على chess.com والّا دولي؟ مش متأكد بس تقريبًا، تقريبًا على chess.com، سواء chess.com أو دولي فده تقييم محترم جدًا، يعني 2300 على chess.com rapid ده تقييم محترم جدًا، إن شاء الله ما يطلعش دولي عشان لو دولي يبقى أنا خلاص كده الواحد يعني فقد الأمل يعني تمام، ده على فكرة 2300 ده واحد من الناس أعرفهم هناك يعني تمام، لكن المتوسط هناك من 2000 ل2300 ده المتوسط، أنت متخيل؟ يعني تقريبًا 90% منهم فوق ال2000. تمام؟ ما هو منطقي، ما أنت جِبت أحسن 2 من كل كُلّية، تمام؟ فالمهم، فهي بطولة قوية جدًا، ولكن برضه ما زال في ناس 1700، 1500، ناس مستواها برضه متوسط يعني، ولكن في فرص لسه. البطولة بنظام سويسري، يعني بنشوف في الآخر كُلّنا هنلعب 7 جولات ونشوف مين جاب أعلى نُقط في الآخر، تمام؟ طيب، هنبدأ بأنهي جولة النهارده؟ النهارده الجولة الأولى 20 دقيقة، لعبت شاب محترم اسمه محمد السيد من كُلّية الزراعة، تمام؟ كان بيمثّل كُلّية زراعة، يعني هو كان من أعلى 2 في كُلّية زراعة، فالمهم فأنا بدأت الدور بD4
تمام. قبل ما ابدا حابب اقول او قبل ما نشوف الجوله يعني حابب يعني اقتبس من دكتور نوفل حاجه ان الفيديو ده فيه مقبلات وفيه الطبق الرئيسي تمام. تمام. فانا هقتبس بقى معلش المقوله دي من دكتور نوفل، اظن جسم بيقولها برضه اللي هو الابيتايزرز ومش عارف ده الابيتايزر اللي هو المقبلات يعني تمام. فالمهم فده الابيتايزر او ده الطبق المقبلات، الطبق الرئيسي لسه شويه تمام. دي اول جوله من السبعه اللي هي كانت النهارده تمام. بلاعب واحد 1700. المهم انا بدات الدور بدي 4، رد عليا بدي 5، انا لعبت نايت على السي 3، هو لعب نايت على الاف 6، لعبت بيشوب على الاف 4 جوبافا لندن. طبعا لان خلاص انا مش محضر، انتوا عارفين يا جماعه انا لسه عارف امبارح ان انا يعني ان البطوله النهارده، يعني امبارح الساعه 12 بالليل رنوا عليا قالوا لي البطوله يا عم يا جدعان طب انا مش محضر يا عم يلا مفيش وقت. فالمهم تمام. هل هيدخل في تفريع الاي 6 ولا هيدخل في تفريع السي 5 اللي بيحب يلعبوا دكتور نوفل، ولا هيدخل في تفريع الاتش 3 في اي 6 اللي بيحب يلعبهم هيكارو؟ يعني لو انت بالاسود هنا احسن تفريع تلعبه هو اي 6 الاول عشان تمنع نطه الحصان دي، واتش 6 بعدها عشان تمنع برضو المشاكل اللي بتحصل على الوتر ده تمام. ده تفريع بيحب يلعبه هيكارو يعني تمام. في برضو تفريع الاي 3، في تفريع البيشوب على الاف 5، كل تفريع ليه افكار، وطبعا كل التفريعات دي احنا شارحينها عندنا في القناه. ولكن اسوأ تفريع هو مش سيء يعني بس بيدي الابيض تفوق 7 من 10، هو نايت على سي 6. يعني بص كده الانجن بدا يعلى شويه، انا مشغل بره الانجن اظن يعني تمام. طب ليه التفريع ده وحش؟ لان هو ما دفعش عن تهديد الجوبافا لندن تمام. فانا خلاص يعني هي معروفه طبعا الكلام ده شرحه في الكورس عندي، نايت على البي 5 افضل نقله. ايه فكرتها؟ فكرتها ببساطه ان انا جاي طالب البيدق ده اكله بكش في حمايه الفيل وبعدها اخد الروك تمام. طيب محمد برضو اللي بيلعب قصاد يا جماعه هو قال لي ان هو ليه تقريبا ما شاركش غير في بطوله واحده قبل كده على البورد، ماشي معذره ما شاركش غير في بطوله واحده قبل كده على البورد، فالراجل معذور نوعا ما يعني لان هو برضو ممكن ما يكونش واخد على البورد قوي. فبيقول لي بعد البطوله ان انا بعد ما لعبت نايت على البي 5 هو كان مفكر ان ده الملك وده الوزير، يعني هو مش مركز ان انا لعبت بدا ملك، وهو بيقول انا فكرت يا اسلام ان انت بتلعب الفرايد ليفر اتاك او اللي هو كده يا جماعه اللي هو اي 4 اي 5 نايت على الاف 3 نايت على السي 6 بيشوب على الاف 4 نايت على الاف 6 بيشوب نايت على الجي 5. ده اسمه الفرايد ليفر تمام. وهو كان محضر بيقول لي ان انا كنت محضر نايت تكس اي 4، بيقول لي ان ده فخ تمام. يعني هو بيقول لي هو محضر نايت تكس اي 4 ده فخ المفروض يعني انا مش مذاكره وما اعرفوش. هو بيقول لي انا مفكر ان احنا بنلعب بدأ ملك وان ده الفرايد ليفر، ولكن بيقول اكتشفت لسه بيمسك الحصان بعد ما انا لعبت نايت على معذره ماشي شغلت المقدمه بالغلط. المهم فالراجل لسه بعد ما انا لعبت نايت على البي 5 لسه بيمسك الحصان يحضر لي الفخ ده، اكتشف ان في وزير واقف هنا وان ده وزير مش ملك. فللاسف بعد ما مسك الحصان وحركه من مكانه راح رجعه تاني وهيلعب النقله اللي هي الاي 5 ودي بيست موف على الانجن اي 5. دي النقله اللي بتقاتل ودي فعلا افضل نقله بتقطع الاتصال ما بين الفيل وما بين الحصان. ولكن قلت له لا معلش، وقفت الساعه قلت له معلش يا محمد احنا في بطوله رسميه، لو بنلعب ودي امشيها لك اقول لك لا مش مشكله، لكن في بطوله رسميه. ويا جماعه يعني انا الصراحه كنت زعلان من جوايا ليه؟ لان الراجل برضه يعني معذور، ولكن كابتن محمد علي قال لي قبل كده قال لي في البطولات بي روثلس. ايه يا دكتور ايه اللي بتقوله ده؟ بي روثلس. يعني ايه روثلس؟ اللي هو يا جماعه باللغه العربيه بلا هواده. يعني ايه بلا هواده؟ يعني ما ترحمش وانت بتلعب بطوله رسميه، ولا تفكر ده اخويا ولا ده ابويا ولا ده امي ولا ده صاحبي. انت في بطوله رسميه حقك ما تشغلش العاطفه بتاعتك تماما، ولا يصعب عليك ولا ما يصعبش عليك، ولا هو كان قصده ولا ما كانش قصده. انا المقوله دي يعني صعبه نفسيا عليا ليه؟ لان انا صراحه يعني ايه مش بحب اكسر يعني بخاطر نفس الناس يعني فاهمين قصدي؟ اللي هو والله انا عارف ان انت تاتش موف يا عم ماشي كل حاجه، بس لو احنا بنلعب مع بعض وانا يعني مش عاوز اقول له يعني والله لو عليا يعني حتى لما كنت في بطوله بني مزار كنت بلعب مع شاب محترم جدا جدا اسمه ياسين، عمل نقله بلندر كده وقبل ما يدوس على الساعه قلت له خلي بالك ده في وزير هنا، يعني هو كان هيخسر وزيره او حاجه زي كده يعني. فقال لي اه صح، فرحت خليته يرجعها. طبعا ده غلط، انا لما بحكي الكابتن محمد علي ده جدا مني، هو انا مش بتدرب معاه لكن هو راجل محترم جدا تقييمه 2200 دولي تمام. فالمهم قال لي لا، قال لي في البطولات خليك بلا رحمه بلا هواده، مفيش اخويا مفيش حبيبي، ارمي قلبك على جنب تمام. فانا صراحه كنت يعني زعلان وبقولها كده وانا يعني عايز اقوم اطبطب عليه الصراحه يعني يعني اقول له انا اسف، يعني عايز اقول له والله حقك عليا انا اسف ما تزعلش، بس يعني ما ينفعش انت مسكت الحصان حركته لازم تحرك الحصان. فهو قال لي معاك حق طبعا تمام. فهو الراجل رجع القطعه رجع الاي 7 واضطر يحرك الحصان. حرك الحصان فين؟ لعب نايت على البي 4 وخلاص. نايت على البي 4 بتخسر ليه؟ لانه طبعا ببساطه ما دفعش عن الكش دي. طبعا كش هنا
اونلي موف يتحرك بالملك لانه اكل بالوزير باكل، اكلت منه الروك. بعدها تقريبا لعب مش متذكر هنا، لعب اي 6 تمام عشان يحمي. تمام انا رحت او لعب اي 6 معلش، لعب اي 6 تمام تقريبا، مش فاهم فكرتها. انا لعبت سي 3، رجع بالحصان بتاعه. لعبت اي 3 تمام، راح لعب اي 6، انتشرت بالحصان عادي خالص، راح انتشر بالفيل بتاعه تمام. او لا، انا قبل ما انتشر بالحصان معذره رحت لعبت نايت على السي 7، قلت اطلع الحصان بتاعي، راح هو انتشر بالفيل بتاعه، قال لي هات الحصان وهات الفيل. كان المفروض هنا اكسر، يعني كان المفترض هنا اكسر، وبعد ما ياكل بالملك اكل نايت تكس اي 6 ياخد بدأ في السكه. ولكن انا قلت طيب ما هو بعد ما طلع، طب ما ناخد البدأ في السكه من هنا، ولو هو بلندر كمان واكل بالفيل ارجع اكل بالحصان. ولكن هو اكل بالحصان، اكلت بالفيل، اكل بالملك، وخلاص الشكل ده مكسب 100% بالابيض. كملنا كام نقله مش حابب اعرضهم يعني خلاص. يعني انا تقريبا لعبت هنا اي 4، رجع بالحصان بتاعه ودي بلندر كمان، عطيته اي 5 بكش وتقريبا استسلم بعد كام نقله يعني تمام. خلاص هو كده خسران فرق وخسر حصان كمان والدور خلص تمام. فهو الراجل يعني برضه يعني معذور، مش حابب اقول ان انا كسبت، يعني مكسب مش حلو صراحه يعني فاهمين. انا مش فرحان ان انا كسبت الدور ده. ليه؟ لان انا كنت عاوز اقاتل، وكنت عاوز الراجل يلعب بالافكار بتاعته، هو يلعب جنبيت وانا افكر وهو يفكر. فانا صراحه مكسب من غير طعم تمام. وده الفيديو المقبلات تمام، ده الفيديو المقبلات يا جماعه الخير تمام، زي ما قلت لحضراتكم ده الفيديو المقبلات. طيب ايه الطبق الرئيسي بقى؟ ودي اول جوله من 7، يبقى الحمد لله كده انا معايا نقطه من نقطه، يعني نقطه من اول جوله تمام. دعواتكم معانا بقى ان شاء الله بكره في جولتين وهبقى اعرضهم لحضراتكم ان شاء الله. امال ايه الطبق الرئيسي؟ الطبق الرئيسي انا قلت لحضراتكم من شويه ان انا جبت 4 من 5 في بطوله الكليه. يعني انت يا اسلام كسبت 4 جولات من 5. طب في جوله انت خسرتها صح، تعال اوريكم الجوله اللي انا خسرتها. ايه يا دكتور يعني الناس كلها بتعرض الجولات اللي هي كسبتها، انت جاي تعرض الجوله اللي انت خسرتها؟ اصلي بصراحه بيني ما بينكم الجولات اللي كسبتها كان برضو مكسب سهل، ما كانش فيه افكار واو يعني تمام. يعني مثلا في دور من الادوار لعبت الالين جامبت، وبعد كام نقله خدت منه قطع كتير والراجل استسلم. تاني حاجه ان انا مش فاكر الادوار دي، الا دور وحيد اللي انا خسرته بلاعب صديق من اصدقائي، راجل في طب بشري معانا. طبعا انا هرجع لبطوله الكليه، يبقى كده احنا يا جماعه هنرجع لبطوله الكليه اللي هي كانت من 10 ايام اللي هي اتاهلت فيها تمام. بلاعب مين بقى؟ بلاعب راجل قوي جدا 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 اسمه احمد ابراهيم، صديق ليا. ويلا بينا حضر مشروبك او جهز كده عشان ندخل على الطبق الرئيسي او الطبق الرئيسي. لان الطبق الرئيسي ده حرفيا مليان يا جدعان دراما، واقسم بالله ده من اغرب الادوار، خصوصا الاند جيم. يعني الاند جيم دي انا هتجنن يعني تمام. طيب بلاعب مين؟ بلاعب صديق ليا اسمه احمد ابراهيم، اصغر مني بسنتين على فكره، ما شاء الله عليه يعني. هو في ثالثه طب تمام. والراجل من احسن الناس اللي شفتها في حياتي بتلعب شطرنج. يعني مش مجامله، يعني مش بجامله عشان صديق ولا حاجه، لا انا بحب اصلا اقعد اتريق عليه بهزار يعني مع بعض. ولكن هو حقيقه يعني راجل مستوى ما شاء الله، يعني كسر ال 2200 رابد على تشيز دوت كوم، وتقريبا وصل 2300 ونزل تاني. هو يعني في الرينج ده يعني تمام. وتعادل قبل كده مع ناس وهزم ناس حملت القاب اف امات وسي امات يعني. هو راجل جامد جدا يعني ما شاء الله يعني تمام. انا عارف نقطه ضعفه يعني انا عارف نقطه ضعفه لان انا لعبت معاه كتير. طب انت لعبت معاه كتير يا اسلام؟ لعبت معاه ودي كتير، ولكن النتيجه دايما بتكون لصالحه. يعني مثلا هو مثلا بيكسبني بفرق يعني ليه هو تمام، يعني مثلا 5-3 ليه تمام، 4-1 ليه كده يعني تمام. بس الكلام ده من فتره، خليه بس يجي لي دلوقتي وانا هاخد استريكات كده قريب تمام. تمام طيب المهم هو انا عارف انه بيشوف الفيديو ده وهيبعت لي. المهم حبيبي طبعا احمد ابراهيم. المهم فالراجل المهم بيلعب هنا بالقطع البيضاء احمد ابراهيم، وانا بلعب بالقطع السوداء. انا عارف ان احمد ابراهيم بالاسود دايما بيلعب الفرنسي اي 6 دي 5، وانا كنت يعني تقريبا جالي عقده من الفرنسي بسببه. فانا كنت صراحه محضر لاينات لحد النقله ال 15 وال 16 بالفرنسي تمام. وبرضه كنت قلقان، وفي الاخر لعبت بالاسود. يعني انا كنت عارف ان انا هقابل احمد ابراهيم ولا حاجه وهلعب له الفرنسي، وكنت والله محضر لحد النقله ال 15 يا جدعان، 5-6 لاينات كده وبتاع اللي هم بيلعبهم دايما. وبرضه كنت قلقان، لا يعني في الاخر هو بيلعب بالابيض يعني ما فيش فرنسي. طيب بيلعب ايه احمد ابراهيم بالابيض؟ بيلعب الكوينز جامبت. طيب تمام. بدا الدور احمد ابراهيم يلعب دي 4. نرجع تاني، قلت لكم انا عارف نقطه ضعفه. ايه نقطه ضعفه؟ التايم ترابل. دي نقطه ضعف احمد ابراهيم. بيلعب سوليد جدا جدا، يعني هو عنده تقريبا عقده بيرفكشنزم ان هو بيجيب دايما بيست موف. هتشوفوا دلوقتي حرفيا انجن تمام. يجي الوقت يقل بقى يوصل دقيقتين 3 كده ولا دقيقه ولا حاجه تلاقوه بدا يعك تمام. طيب دي 4 دي 5 نايت على الاف 3. احمد ابراهيم لعب معايا كتير قبل كده، وكان بيلعب كوينز جنبت على طول، ولا كنت بلعب له نقله السي 5 اللي هو بيقولوا عليه الاوستريان فاريشن او الدفاع او الاوستريان ديفنس اللي هو التفريع النمساوي
ماشي يا جماعه، الشكل ده اسمه التفريع النمساوي، واحمد ابراهيم تقريبا خسر مرتين مني بسبب التفريع ده تقريبا يعني. تمام، وعلى فكره بيخسر اند جيم، يعني بيكون مثلا معايا بدأ زياده في الاخر، يعني مش بيخسر بتكتيك ولا حاجه، الراجل جامد يعني. تمام، فالمهم نرجع تاني. فاحمد ابراهيم عارف ان انا بلعب التفريع النمساوي، قال لك يغير بقى، راح لعب نايت على الاف 3. هو كده غير يعني؟ ايه ده اسمه الزكرتورت فاريشن. هو عادي، هو بيترانسبوز لكوينز جامبت، يعني كانه عادي لعب الكوينز جامبت، كانه لعب سي 4 وانا لعبت في سي 5. نايت هو يعني هنوصل لحاجه شبه ده في الاخر يعني. تمام، بس هو حب يفاجئني اللي هو انا محضر لك يعني. نايت على الاف 3، نايت على الاف 6، حامي البيدق. خلي بالكم يا جماعه، الدور ده من بطوله الكليه اللي كانت من 10 ايام، اللي انا قلت لحضراتكم يعني خدت مركز تاني فيها. تمام، وجبت 4 من 5. هو ده الدور اللي خسرته، ده الدور الوحيد اللي خسرته يعني. تمام، فده مش من بطوله الجامعه اللي شغاله دلوقتي، الجوله الاولى من بطوله الجامعه خلاص انا عرضتها من شويه. تمام، فده دور قديم ولكن جميل جدا، انا عاوز اعرضه لان هو صراحه دور قوي جدا. نايت على الاف 6. طيب وبعدين سي 4، لا كده انت جددت يعني؟ طب سي 5. ماشي، بصينا لبعض وقعدنا نضحك بعد ما يعني كده جددنا يعني، بدل ما طلعنا بالاحصنه الاول. هو صراحه في اختلافات بسيطه يعني، ولكن ما زال برضه الوضع جامد يعني، ايكوال يعني، مفيش حاجه يعني. تمام، انا بعد سي 5 راح هو اكل. انا طبعا بيست موف هنا ومحضرها ان انا ما اكلش البيدق ده، لان لو اكلت البيدق ده بياكل كوين في كوين، باكل بالملك. ولكن البيدق ده كده كده يا جماعه بيرجع، ده البيدق بتاعي. تمام، ولو فكر ان هو يدفع بي 4 والحاجات دي، فالحاجات دي بلندر. تمام، يعني اظن ان انا محضر الكلام ده يعني. تمام، بي 4 مش حلوه خالص يعني لو فكر يدافع عن البيدق ده. فالمهم انا قررت العب اي 6. تمام، وافتح عاوز البيدق. حد يقول لي طب وانت قفلت على الفيل؟ لا، الفيل ده هيتفتح له طريق وما تقلقش، ده كله تفريعات والكلام ده اتلعب كتير قبل كده. طيب هل هيلعب النقلات العبيطه بتاعت بي 5 وكده؟ لا، احمد ابراهيم مش عايل طبعا عليها اي 5 طبعا. تمام، بي 4 عليها اي 5، ولو فكر يلعب اي 3 فانا باكل وما يقدرش ياكل على حس الرابطه. صح كده؟ لو اكل بدأ في بدأ فانا باخد ركب ببلاش. فالراجل مذاكر ده كله، بقول لكم يا جماعه الراجل ده وصل 2300 تقريبا على تشيست دوت كوم رابد. تمام، فهو راجل جامد جدا يعني. تمام، بيلعب من زمان يعني. فالمهم بيشوب على الجي 5 من احمد ابراهيم، حتى الان الراجل بيلعب بوك. تمام، انا كملت بيشوب تكس سي 5، رجعت البداء بتاعي. وهنا بقى بدأنا نخرج من البوك. المفروض ان احمد ابراهيم يلعب اي 3. طيب اي 3 ايه فكرتها؟ عادي بيطور الفيل وبيحمي البيدق، ايه يعني ايه المشكله؟ تمام، ايه اللي فيها؟ بس اي 3، ولكن هو قرر ان هو ياكل بدأ في بدأ. ايه ده؟ النقله دي بتدي تفوق 4 من 10 زي الاسود ده، تبقى نقله عاديه. بدأ في بدأ يا اسلام. وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ طب ما تاكل بدأ في بدأ. اكلت بدأ في بدأ ان اكيورسي. في ايه يا عم الانجن؟ تمام، ايه ان اكيورسي في ان اكيورسي ليه؟ هقول لكم هي مش ان اكيورسي، يعني حضراتكم ملاحظين ان الوضع تعادل اصفار، ولكن الانجن اعطيها ان اكيورسي لان هنا كان عندي بريليانت موف. بيشوب تكس اف 6. ايه ده؟ ايه بيشوب تكس اف 6؟ بيشوب تكس اف 6 بكش. خدت منك بيدق. طب ما هو بياكل الفيل بتاعك. ما دلوقتي ما الملك جه على مربع كش، فانا بديله نايت على الاي 4، رجعت الفيل بتاعي القطعه اللي ضحيت بيها وملكك في الشارع. اوهو، هل انت شايف انها دي؟ لا. طب ليه مش ما اعرفش، ما شفتهاش. تمام، ما اعرفش، ما شفتهاش، هعمل ايه يعني؟ خلاص هتموتني. تمام، ما شفتهاش والله خلاص. تمام، هو اتعلمتها. بيشوب تكس اف 6، ياكل بالملك كش، برجع الفيل، بياكل بالحصان، باكل بالوزير. تمام، ورجعت البدأ بتاعي اللي هو هنا. فالمفروض كنت اعمل كده، بس انا ما عملتش كده. لعبت اي تكس دي. اي 3 من احمد ابراهيم شكله شافها، راح قفل السكه، وهي نقله منطقيه. اي 3 يا عم بفتح الطريق للفيل. توقعت صراحه انه ممكن يلعب جي 3 بفكره ان هو عاوز يفنكت الفيل ويلعب اشكال الكتلان، ولكن طلع ان مازال عندي دي، ما زالت برضه نفس الفكره موجوده. تمام، اكل بالملك، اطلع اديله كش، الملك يرجع، اكل منه الفيل بتاعي اللي انا ضحيت بيه، ياكل بالحصان، اكل بالوزير، معاه بدأ ضعيف، البدأ بتاعي محمي، معايا كمان بدأ زياده، وضع الاسود اكثر من ممتاز. تمام، ولكن المهم هو لعب اي 3 بيست موف على الانجن، بتحمي الافكار دي كلها. انا هنا قررت العب شطرنج عادي تبيت. شوف اي 2 بيست موف على الانجن، شطرنج عادي بيست موف على الانجن، نايت على سي 6. بطور حصاني، وده فعلا افضل مكان للحصان، ودي فعلا اول نقله على انجن. نايت على السي 3 من احمد ابراهيم، بيشوب على الاي 6 مني، ودي نقله هي كويسه مش وحشه، ولكنها غريبه، وانا بلعبها انا عارف انها غريبه. المفروض يا جماعه الخير هنا، انا مش فاهم ليه ما دفعتش دي 4. يعني انا طول الوقت عمال اقول لو دفعت دي 4 بياكل باكل بياكل باكل بياكل باكل، في الاخر تقريبا انا عمال احسب تقريبا بحسب غلط. تمام، لان قلت في الاخر بياكل حصان في فيل وبيبوظ لي البيادق، عشان كده قلقان ان انا ادفع دي 4. طب هل الكلام ده صح؟ لا غلط. ليه؟ احسب كده كويس. دي 4، اي دي، نايت تيكس، نايت تيكس، بيشوب تيكس، خلاص مفيش حاجه، الفيل حامي. لو فكر يكسر انت بتاكل عادي بالفيل او بتاكل بالكوين. خلاص قطعك اكتف جدا جدا، الوضع تعادلي 2 على 2.
تمام، 3 على 3، ولكن خلّي بالك الأسود هنا معاه امتياز الفيلين، فالأسود الإنجن بيحب امتياز الفيلين فأعطيه تفوق 7 من 10. تمام، الأسود active أكتر، خصوصًا الأبيض لسه هيبيت دلوقتي، وأنا هابدأ أعدل الفيل بتاعي بيشوب على الE6، أجيب الأرخاخ على العمود، وضع الأسود كويس جدًا، الوضع تعادلي. تمام، ولكن أنا ما أعرفش يا جدعان، يعني أنا عمّال أحسب في D4 أقول D4 بعد التكسيرات بياكل فيه الفحصان وباعوج البيادق. فأنا ما أعرفش الصراحة إيه اللي كنت باحسبه على البورد يعني. تمام، فالمهم رُحت قررت ألعب النقلة الغريبة دي بيشوب E6، قُلت أحمي البيدق ده خلاص، بيدق ضعيف معزول، أحميه. بيّت، تلعب إيه هنا؟ أنا هنا يا جماعة كنت عاوز أبدأ أنتشر بالوزير بتاعي أجيبه هنا، أبدأ أضغط على البيدق ده، أبدأ أطلع بالوزير بتاعي من مكان تاني، عاوز أحرّك الوزير وفي نفس الوقت أنا قلقان من الربطة. طيب ما منطقي يا عم إسلام تلعب H6 بالفعل منطقية، ولكن قُلت أحمد إبراهيم دايمًا لمّا بالعب له النقلة دي بيرجع لي بيشوب على الH4، أنا دارس ستايله، وهنا best move G5، فأنا قلقت بعد التشكيلة دي إنه يضحّي. هل التضحية موجودة؟ موجودة، مع إنها بتدّي أفضلية بسيطة للأسود ولكنها موجودة. وهيجيب بقى الفيل ويجيب الوزير وهاتبهدل. تمام، أنا قُلت هاتبهدل يا جدعان. تمام، ولكن أنا ما لعبتش H6 وقُلت خلاص طب ما نرجع بالفيل، بيعمل إيه هنا؟ ما هو لعب E3 وقفل عليّا الوتر، الفيل ده حسيته مش أكتف حاجة. تمام، اللي هو مش أكتر تمام، التمييز من كلمة أكتف مش أنشط حاجة يعني. تمام، فقُلت أرجع بالفيل واحمي الحصان، مش وحشة ولكن مش هي النقلة النشطة يا إسلام، أُمّال كان الإنجن عاوز إيه D4. طب وما لعبتهاش ليه؟ قُلت بعد التكسيرات هياكل فيه الفحصان وهاعوج البيادق. طب هل الكلام ده حقيقي؟ لأ، ليه؟ ما أعرفش، أنا كنت باحسب حاجة غريبة ما أعرفش يعني كنت متوه. تمام، فالمهم رجعت بيشوب على الE7. تمام، تقريبًا هنا أنا كان معايا 6 دقايق من 8، وأحمد إبراهيم يعني يعني لسه في الافتتاح تقريبًا كان معاه 3 دقايق، يعني كان نُص وقتي، فهو الراجل بيقعد يفكر وبيجيب نقلات جامدة جدًا، يجيب best move على الengine هنا أحمد إبراهيم A3، نقلة قوية جدًا. إيه فكرة A3؟ إن هو والله عاوز يبدأ ياخد مساحة على الqueen side بB4. أنا رُحت لعبت نقلة، النقلة دي يعني أنا لعبتها ليه؟ لأن أنا شُفت تقريبًا دور من الأدوار كان في تشكيلة شبه دي، كان لهيكارو أو حاجة زي كده ضد براجاناندا، وهيكارو راح طالع بالكوين هنا، فأنا مش عارف أنا قُلت إيه يعني أنا هاطلع بالكوين هنا بفكرة، إيه الفكرة؟ إن عاوز ألعب بعد كوين A5 عاوز ألعب روك على الB1 وأدفع B5 في B4، وبعد كده ياكل بالبيدق آكل بالوزير لو ما مشيش بالروك، أو لو مشي بالروك آكل بالفيل بضغط على الحصان. دي الخطة بتاعتي، هل الخطة دي صح؟ لأ، خطة فاشلة. ليه؟ كان المفروض ألعب نقلات بسيطة، روك على الC8 كويسة، كان المفروض ألعب H6 برضه، لكن قُلت برضه الراجل هيرجع، ألعب G5 خُفت يضحّي، مع إن best move هنا بيشوب G3، بس بالله عليك هل ده وضع؟ طب وبعد بيشوب G3 نايت E4 هات، طب ولو كسّر حصان في حصان عادي باكل بالبيدق، هات حصانك، تخلّصت من البدائي المعزول والوضع equal. ده التفريع اللي جايبه الengine، لكن أنا قُلت لأ، لو دفعت وبعد كده رجع وبعد كده G5 بنسبة كبيرة ممكن يضحّي. وادخل في مشاكل على الكينج سايد. انا قلقان من التشكيله دي الصراحه، مع ان دلوقتي انا كسبان قطعه ولكن قلقان من التشكيله دي. وزي ما حضراتكم تلاحظوا جزء كبير او عامل كبير في الشطرنج هو العامل النفسي، يعني انا مش عارف لعبت مع احمد ابراهيم كتير وعارف الافكار اللي بيلعبها، فانا قلقان مع انها ممكن تكون نقله صح، فهو في عامل نفسي انا محتاج اشتغل عليه او عامل سيكولوجي يعني. تمام تمام، فالمهم نرجع تاني. انا قررت العب ايه؟ قررت العب نقله مش حلوه، كوين على A5، خلت الابيض مع تفوق بسيط 6 من 10. طب ليه التفوق البسيط ده؟ ما ببساطه يا عم اسلام بياخد مساحه عليك بB4، يعني هو راجل لعب لك بدري A3 فبياخد مساحه عليك بB4. طب انت كان مخك فين وانت بتلعب A5؟ انا قلت اسيبه يلعب A4، اسيبه انا اسف يلعب B4 استفزه، فاعمل له اضعافات على الكوين سايد. بس اضافات ايه؟ ما هو القطع بتاعته كلها سليمه، يعني حتى انت ما معكش فيل مثلا تضغط على الحصان فيكون في افكار تاكتكس مثلا. بس مش عارف يعني، انا بصراحه دي نقله مش حلوه، ولكن كان تفكيري ان هو لو فكر يلعب اي نقله تاني روك على الC8، فانا كنت هلعب روك ايه على الB8. لو مثلا لعب اي نقله منطقيه زي كده فانا هبدا العب B5 نقله انترستنج موف. تمام، ولا B5 مش موجوده دلوقتي؟ B5 مش موجود دلوقتي عشان B4 وتقريبا ده بيقع بعدها يعني. تمام، يعني لو رجعت كده البدء ده بيقع او حاجه زي كده بعد A4 يعني. ولكن دي الافكار اللي كانت عندي، ولكنها افكار مش موفقه الصراحه، نقله مش كويسه لان B4. لعبت ايه هنا؟ كان المفروض ارجع بالكوين على الD8 الانجن بيقول لي، ولكن رجعت كوين على الB6 ودي تاني نقله ان اكيوريت. ركز، ان اكيوريت في ان اكيوريت وضعي بيبقى وحش. طب ليه ان اكيوريت؟ عشان احمد ابراهيم يلعب بيست موف هي نايت على الA4، معذره هي نايت على الA4. نايت على الA4 هات وزيرك بياخد تمبوهات وعاوز يحط الحصان بتاعه على الاوت بوست. ولكن ما كنتش قلقان قوي من النقله دي، ليه؟ لان عندي اول حاجه اكسر حصان في فيل وهيعمل له بدء معزول وهيكون معاه بدء معزول تاني، وعندي كمان العب B6 في المستقبل، حميت المربع ده ما يقدرش ينضم بالحصان. ماشي، فانا قررت هنا العب مين؟ العب كوين على الC7. تمام، بحيث ان هو خلاص لو جه هنا
انا هكسر حصان في فيل، ولكن راجعه دي مش موفقه. ليه؟ للمره الثانيه كان المفروض ارجع كوين على الدي 8 عشان ما اجيش على وش الرابطه، ولكن انا قررت العب كوين على السي 7 بفكره معينه. ايه الفكره دي؟ ان انا عاوز في وقت من الاوقات اجيب الحصان هنا، لو الحصان ده مشي واكون مهدد له بمات. ايه ده؟ هي دي الفكره؟ هل الفكره دي صحيحه؟ هيحصل حاجه شبه كده في الدور. المهم احمد ابراهيم يبدا يضغط على الرابطه. خلاص الحصان بتاعك مربوط، عاوز يلعب بي 5. انا كنت قلقان جدا من بي 5. طب العب ايه يا اسلام؟ هل العب مثلا ايه في اي 6 مانعني البدأ ده يندفع ويقول لي هات حصانك، لو اتحركت بحصانك اخسر وزيري؟ ولا هل اجيب الروك على العمود؟ قلت هات الروك على العمود، فلعبت روك ايه على السي، بست موف على الانجن، بحمي بزياده. ولكن كنت قلقان يجيب الروك الثانيه يربط، وبالفعل جاب الروك الثانيه ربط. انا قلت خلاص ما بديهاش دلوقتي، لازم يا اسلام قول لي موف انك تلعب اي 6 تمنع الربطه، تمنع انا اسف دفعه بي 5. لان لو انا لعبت اي حاجه تاني، يعني مثلا لعبت كده مثلا، فانا بخسر. ليه؟ بي 5. الحصان ده لو مشي بخسر قطعه. يعني هتروح فين بالحصان؟ بخسر قطعه يا جدعان. تمام؟ تكس تكس بخسر قطعه. فانا كنت خايف جدا من دفعه البي 5. مع ان احمد ابراهيم بيقول اصلا انا ما كانش بيفكر في بي 5 طول الدور، يعني هو كان عارف ان بي 5 وحشه يعني. تمام؟ ولكن انا منعتها باي 6. طب ليه اي 6 مش حلوه؟ لان كان افضل منها العب كوين على الدي 7 وامشي اصلا من وش الرابطه، ويكون عندي افكار تاكتكس بان انا امشي بالحصان وطالب الوزير واكسر. ده كان افضل منها. ولكن ما زال الوضع تعادلي. خلي بالكم هنا بدانا الوقت يزنق علينا. تقريبا هنا كان معايا 3 دقائق واحمد ابراهيم كان معاه دقيقتين. تمام؟ او هو كان معاه برضه دقيقتين ونص، بس دايما كان عندي تفوق في التايم يعني. تمام؟ فالمهم هنا لعب إيه، لعبت اي 6 بالفعل مانعا دفعه البي 5. ولكن في مشكله عملتها اي 6، هي ان المربعات السوداء دي كلها بقت ضعيفه. فدلوقتي احمد ابراهيم الصراحه هيبدا يظهر الحس البوزيشنال اللي عنده، وهيبدا يستغل الاضعافات اللي على المربعات السوداء دي بشكل بيرفكت. ازاي؟ احمد ابراهيم هنا كان لعب روك اف على الدي 1، وهي نقله عاديه جدا ما فيهاش لسه اي حاجه، بيطور الروك بتاعه. ولكن كان بيست موف هنا يا جماعه، هي نقله غريبه جدا. ايه بيست موف هنا؟ وانا اعطيها بريليانت من عندي، اتش 3. ايه ده؟ اتش 3. ايه البريليانت؟ هي بريليانت استراتيجي، لكن ليه دي بيست موف؟ بيست موف على الانجن، اول نقله على الانجن، ودي اللي بتحافظ على التفوق. ليه؟ مانعه نطه الحصان هنا في المستقبل طالب مات. فاكرين لما انا قلت لحضراتكم ان انا رجعت بالوزير هنا علشان في المستقبل اجي بنايت على الجي 4 طالب مات؟ طيب ما اتش 3 حلت كل المشاكل، يبقى رجعت الوزير هنا في شنك ملهاش لازمه. كان المفروض احمد ابراهيم يلعبها، ولكن النقله دي اتاخرت او ما اتلعبتش. بناء عليه هبدا استغل النقطه دي شويه كده. اتفرج بقى على المتعه من اول دلوقتي. المهم احمد ابراهيم قرر يلعب روك اف على الدي 1، بيجيب روك عادي على العمود، بيضغط على البدء الضعيف. هنا بدات العب مين؟ لعب اكتف شويه. قلت خلاص كده كده الرابطه ما مش موجوده، ابدا العب نايت، ابدا العب روك اف على الدي 8 عادي، بحمي. كان الانجن بيقول لي اتش 6 افضل. تمام؟ دلوقتي بقى احمد ابراهيم لعب نايت على الدي 4، ودي نقله مش حلوه. ليه؟ طيب تعرف تجيب ايه النقله اللي بتكسب هنا يا جماعه؟ ايه النقله اللي بتكسب هنا؟ حد يعرف يجيب النقله اللي بتكسب؟ ان هي نايت على السي 5. ولكن نايت على السي 5 انا قلت هكسر، وهو بالفعل قال لي هكسر. طب وايه المشكله؟ طلع المشكله، بصوا يا جماعه ده لاين صعب جدا الصراحه. طلع المشكله ان بعد ما كسر حصان في فيل وهو ياكل بالبيدق ولا بالوزير، احسن حاجه انه ياكل بالوزير. ولو جيت طلبت تكسير يلعب كوين على البي 6 بفكره ان انا لو لعبت اي حاجه مثلا كوين على الاي 7 مثلا، عشان ما يعني كوين على سي 7 بحيث ان هو ما ياكلش ويبوظ لي البيادق، صح كده؟ فهو دلوقتي عنده بيشوب تكس اي 6 بريليانت موف. ايه ده؟ طب ولما اكل ما لما تاكل هو هيكون كسب بيدق، وهيكون تخليت عن دفاع الحصان، فياكل دلوقتي حصان في روك، اكل بالروك ياكل، وهيكون كسب مني بيدق مهم جدا، والمربعات الضعيفه كلها عرف يستغلها صح. عشان كده يا جماعه كان افضل شكل في او افضل نقله في الشكل ده نايت سي 5، اكل بالفيل ياكل بالكوين، اطلب تكسير يقف على المربعات السوداء. شفتوا يا جدعان اي 6 في بي 7 ازاي اضعفت المربعات السوداء عندي؟ عشان كده كان افضل نقله اني بعد ما ياكل بالوزير واطلب تكسير يلعب كوين على البي 6، طالب ياكل يعوج لي البيادق. ولو رجعت مانعا من اعوجاج البيادق، تمام، او حتى لو انا عملت مثلا نقله زي كده، فهو عنده بيشوب تكس دي 8، هنا هياكل الروك بتاعي فانا مش هقدر اتحرك. تمام؟ فانا قلت ارجع كده، وقتها عنده يضحي بالفيل، ولما اكل ياخد مني الحاجات دي، واكون ويكون وضعي يعني وحش جدا جدا كاسود يعني. ولكن صراحه ده لاين صعب يعني. الصراحه انا شايف ان اللاين ده لاين جراند ماستري. هو احمد ابراهيم حب يحافظ على مين؟ على الحصان ده ينضم هنا في اي وقت لو جيت بالوزير بتاعي بفرك على الروك والوزير، ودي حاجه شبه اللي هتحصل في الدور يعني. برضو الراجل بيلعب نقلات مش سهله. هنا بقى احمد ابراهيم، فاكرين يا جماعه لما قلت من شويه هو ما لعبش اتش 3؟ هنا بقى قلت خلاص انا ممكن بقى افك الرابطه دي المزعجه واطلب
ضغطات هنا، ولكن هو الحصان ده واقف كده كده، صح كده؟ فهو بعد ما لعب نايت على الدي 4 انا استغليت مشيه الحصان وقلت الحصان خلاص ما بقاش مدافع عن البيدق ده، طب ما تديني كشمات، فرحت لعبت نقله انترستنج موف نايت على الجي 4. النقله دي مش البيست، عطت الابيض تفوق، ولكنها نقله ديناميكيه طالبه حاجات. طب ثواني يا اسلام، هو مش ممكن ياكل دلوقتي فيل في حصان؟ وحشه. ليه؟ لان لو اكلت فيل في حصان باكل بالفيل طلب الرك وطلب الفيل. طب مش ممكن ياكل الفيل طلب الرك، باكل الرك طلب الوزير، كل ده حاسبه على البورد. طب ولو اكل بالرك بكسب منه الفيل ببلاش، كسبت قطعه او كسبت فرق مش قطعه. كل ده كنت شايفه على البورد. طب كنت شايف ايه تاني على البورد؟ والله كنت شايف كل ده على البورد. كنت شايف ان هو لو دفع اتش 3 فدي بلندر لانه بياخد مات في 2 كش اونلي موف كش مات. طيب كنت شايف ايه كمان؟ كنت شايف انه هو لو دفع نقله الجي 3 دي فكنت وقتها هلعب نايت تكس دي 4 طالب وزيره بقطعتين، ولو اكل بيخسر قطعه. باكل وزير في وزيري، ياكل بالرك، اكل بالرك وبيخسر، بيخسر قطعه كامله. كل ده انا كنت حاسبه على البورد. امال ايه العقاب بتاع النقله دي يا جدعان؟ حد يعرف يجيب عقاب النقله دي؟ احمد ابراهيم صرف تقريبا دقيقتين، كان معاه 3 دقائق بقى معاه دقيقه، ويلعب بيست موف على الانجن واونلي موف اللي بتحافظ على تفوق 9 من 10 للابيض. ايه النقله دي؟ بيشوب اف 4. هنا يا جدعان ال 2300 تبان، هنا الصراحه ال 2300 تبان. ايه فكره احمد ابراهيم؟ ان خلاص الوتر ده كله انا ما اقدرش اجي عليه، والمربع ده ما اقدرش اجي عليه عشان حصان، والمربع ده ما اقدرش اجي عليه عشان البيدق. فاحمد ابراهيم تملك حرفيا من كل المربعات السوداء اللي عندي. يبقى كده اونلي موف ان انا اروح فين بالوزير بتاعي؟ ان انا اروح كوين على الدي 7 فيروح ينزل بحصان وفرق. يا نهار ابيض، انا قلت خلاص بعد النقله دي كنت هدوس على الساعه واستسلم والله العظيم. ليه طيب؟ بيست موف هنا ايه؟ تصور ايه بيست موف هنا؟ بيست موف ان انا اكل حصان في حصان طالب وزيره. طب لو اكل الوزير بالفيل، لو اكل الوزير بالفيل باكل وزيره. طب لو اكل بالروك بلعب بيشوب على الدي 6، ودي نقله غريبه جدا. عاوز الفيل بقطعتين، ولو اكل بيخسر روكو. تفريع صعب جدا صراحه، وكنا في تايم ترابل ما شفناش الكلام ده كله، يعني كتر خيرنا اصلا ان احنا ايه بنلعب نقلات جامده في تايم ترابل يعني. تمام. فالمهم يعني فكره احمد ابراهيم دلوقتي ان الوزير ما عندوش غير المربع ده، وقتها ينضم بالحصان بفرق. صح صح. رحت انا لعبت الكوين على الدي 7. طب ايه يا اسلام، ليه النقله دي بلندر؟ يا عم بلندر عشان بيجي هنا. بص المفاجاه، احمد ابراهيم يمسك على طول بعد كوين على الدي 7، يمسك الحصان هنا بوم. ايه انت عبيط يا اسلام؟ ايه ده يا راجل؟ فرق عاوز الوزير وعاوز الروك. ما هو فكره احمد ابراهيم اصلا يا جدعان انه رجع بالفيل عشان اونلي موف للوزير اجي هنا فيديني فرق. عاوز فرق. ايه ده؟ طب إيه ازاي دي بلندر؟ دي بلندر ليه؟ مش عشان نايت بي 6 عاوز فرق، لا. امال ايه العقاب؟ اونلي موف يا احمد ابراهيم انك تلعب نايت تكس اي 6. ماشي معذره، فين كده اللاين؟ انا اسف ثواني. اونلي موف يا جدعان انه يلعب نايت تكس اي 6. ايه يا عم انت عبيط؟ طب ما الوزير بيهرب، انا باكل وحامي. وقتها بيشوب تكس جي 4 اونلي موف. طيب وايه المشكله؟ ما انا باكل الماتيريال ايكوال، حصان حصان فيل فيل، وزير وزير، ركين ركين، ماتيريال ايكوال. عشان دلوقتي يلعب نايت على البي 6 والروك بتاعي اتحبس، خد فرق برضه. طب ايه الروك؟ لا ما يقدرش يجي هنا خالص عشان الفيل على المربعات السوداء، والروك ما يقدرش يجي هنا عشان الفيل محبوس من كل الاماكن. ده العقاب الوحيد على نقلة كوين على الدي 7. عقاب صعب الصراحة، صعب جدا على مستوانا على الأقل. ممكن أنت تبقى خليفة ماجنس كارلسن وتقول سهلة يعني. يا عم ماشي سهلة، ولكن بالنسبة لي عقاب صعب. إن كل اللي شفتوه ده اونلي موف، إنه ياكل في الفحصان ولما اكل بالوزير، يلعب بشوب تكس لما اكل بالوزير، نايت على البي 6، خلاص الروك دي اتحبست. طب امال ليه اسلام النقله دي بلندر؟ النقله دي بلندر انا اول ما لعبت النقله دي شميت ريحه. والله العظيم ما بهزر يا جماعه. اول ما لعب النقله دي الانتويشن او الحدس بتاعي شم ريحه حاجه كده. ايه ده؟ لاحظت هنا ان الفيل ده ممكن يتاكل بكش. ايوه وبعدين اروح العب نقله، احمد ابراهيم حط ايده على راسه بعدها وخلاص عرف انه بيخسر. ايه النقله دي؟ اونلي موف يا اسلام في الدور، اعتبره بازل، وقف الفيديو فكر. اونلي موف اي نقله تاني تفوق 4 للابيض، اونلي موف اللي بتحافظ على فوق 2.7 من 10 للاسود اللي انا لعبتها هي بوم. ايه الجمال ده يا اسلام؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الابداع ده؟ الصراحه نقله جامده، الصراحه نقله جامده. بص انا بقول عن النقله الحلو حلو، دي نقله جامده. ايه فكرتي؟ فكرتي
انه دلوقتي انا خدت منك مين؟ خدت منك الحصان، صح كده؟ بتنبو على الوزير والفيل. فالفكره اللي انا شفتها انه لو اكل الوزير بتاعي فوقتها انا كنت هاكل الوزير بتاعه، ولو اكل الحصان بتاعي فانا كنت هاكل الرك بتاعته طالب، ولو اكل باكل طالب وطالب، وعد الماتيريال هتلاقيني انا بكسب. يعني دلوقتي انا طالب حصانه وطالب ركه، لو دفع عليا حاجه زي كده فانا برجع اكل حصانه معايا قطعتين كاملين زياده. طب ارجع تاني افرض مثلا بعد النقله دي اكل الحصان، ما وقتها ما انا باكل ركو طالب ركو. طب ثواني، طب ما هو بياكل الوزير بتاعك، ما انا باكل الفيل الاول يعني. على فكره دي حاجه شبه اللي حصلت في الدور، ارجع تاني، دي حاجه شبه اللي حصلت في الدور معذره يعني. تمام، هنشوف اللاين ده دلوقتي. طب افرض يا اسلام دلوقتي هو اكل حصانك، لا مفيش وقت. ليه؟ لان انا باكل دلوقتي الوزير بتاعه. طب ما بياكل وزيرك، ما انا باكل دلوقتي الفيل بتاعه بتنبو على الرك. لو اكل الحصان بتاعي باكل رك بتنبو على الرك وبتنبو على الحصان، بكسب قطعه. ولو فكر ان هو يمشي مثلا حاجه زي كده فانا بلعب ايه هنا الانجن بيقول نايت تكس بي 4 عاوز هنا بالكشف. لو فكر ياكل هنا باكل طالب مات، يعني هو فكر يهرب بالحصان بتاعه كده مثلا، هنا باكل حصانه ببلاش. لو هنا فانا بديله مات في 2 كش في كش مات. يعني انا اللي شفته ان بعد الاكله دي يا باخد قطعه يا بكسب يعني. تمام، يا بديله مات. وكل ده حاسبه، كل ده حاسبه، والحمد لله دي اونلي موف في البوزيشن. خلي بالك ان انا اخدت حصان. احمد ابراهيم يجيب افضل نقله في الشكل ان هو ياكل حصاني بالبيدق اي تكس دي. طيب الانجن برضو كان بيقول كوين على البي 2 كانت كويسه، ما زال طالب الوزير وطالب الحصان وطالب الفيل، بس خلي بالك انا خدت منه قطعه، صح كده؟ فانا كنت الاول صراحه هاكل فيله بكش، اكون اخد قطعه تاني في السكه، ياكل بالوزير، امشي بالوزير بتاعي. كنت همشي هنا صراحه، انا كنت همشي هنا. تمام، ده اللي انا كنت شايفه. ولكن الانجن هنا بيقول العب روك تكس سي، ولو اكل العب روك تكس دي، ولو اكل اكل وادخل النهايه دي الاسود افضل. نهايه معقده يا جماعه، يعني اشكال معقده جدا صراحه يعني. تمام، فالمهم بعد نايت على البي 6 اللي طلعت نقله منطقيه جدا 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 تطلع بلندر، انا لعبت نايت على تكسي على الدي 4 ودي نقله بريليانت لان سيب له الوزير. ولكن احمد ابراهيم هنا مين؟ اكل الحصان بتاعي، انا على طول بست موف على الانجن اكلت وزيره، اكل وزيري، اكلت روكو طالب روكو بكش. كان الانجن بيقول لي المفروض تاكل فيلو. ليه؟ علشان انا ما زلت طالب الحصان بتاعه بتمبو، والفيل ده اهم شويه من الروك. ده وجهه نظر الانجن، ولكن انا اكلت روكو. طب ايه مشكله اكله الروك؟ ان هو بياكل بالروك دلوقتي عادي. طب ما انت بتاخد الحصان قطعه، لا الفيل كان اهم من الحصان. فروقات بسيطه، ولكن انا مستواي الصراحه برضو ما يتوصلش للفروقات البسيطه دي ماشي. يعني مستواي مش ما اعرفش، شايف ما كنتش شايف ان الفيل ده اهم من الحصان واسيب له الروكين. فالمهم بلس ان احنا يا جماعه كان معايا 3 دقايق او دقيقتين ونص، اكلت الحصان. ودلوقتي بقى دخلنا اند جيم، عد الماتيريال، اكتشف ان معايا حصان زياده. مش اكتشف طبعا، هتكتشف انك ان انا كاسود معايا حصان زياده. عشان كده يا جماعه نقله نايت على البي 6 كانت بلندر. المهم بعد ما وصلت للبوزيشن ده ببص لقيت احمد ابراهيم في تايم ترابل، معاه دقيقه او معاه تقريبا 40 ثانيه، وانا الحمد لله معايا قطعه كامله زايده، معايا قطعه كامله صح كده. فانا استشهدت وقلت الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله في نفسي طبعا. وانا كان معايا دقيقتين تقريبا او دقيقتين ونص، وقلت خلاص هزمت احمد ابراهيم اللي هو تقريبا اكتر حد كنت قلقان منه. تمام، وخلاص كده مركز اول على الكليه الحمد لله يعني. ولكن في خطيئه يا جماعه في كتاب عندي اسمه ايه، اسمه السبع خطايا في الشطرنج. تمام، في كتاب اسمه كده السبع خطايا في الشطرنج. انا عندي خطيئه منهم. ايه الخطيئه دي؟ اللي هي خطيئه الاستهتار. ما اعرفش هي خطيئه مكتوبه فيهم ولا لا، ولكن المشكله الخطيئه دي عندي وخسرتني ادوار ياما. ايه الخطيئه دي؟ ان انا استهترت، قلت الراجل في تايم ترابل وانا معايا قطع زياده، العب اي حاجه وبتفوز. ولكن انا بلاعب حد 2200 ولا 2300، مش اي حاجه بتفوز. احمد ابراهيم يلعب على طول روك على سي 7، قلت له يا عم حلال عليك البيدق نايت على الاف 6. ايه العبث ده يا اسلام؟ هو ايه اللي حلال عليك البيدق؟ تمام، اول حاجه يا جماعه انا قلت مين؟ انا قلت لو فكرت العب مثلا بيشوب على السي 6 بلندر لانه بياخد الفيل بتاعي ببلاش، فانا شفت الفيل ده مش محمي. طيب امال ايه بيست موف هنا؟ بيست موف هنا كينج على الاف 8، احمي الفيل وبعد كده ابقى ايه، اشوف الدنيا. ولكن زي ما قلت لحضراتكم انا بدا يكون عندي خطيئه الاستهتار، سبت الفيل ده، سبت البيدق ده، نايت على الاف 6 اوكي ما زلت بكسب، نتش بيدق، كينج على الاف 8 اوكي بتتقرب يعني، هو انت بتلعب حلو فين الاستهتار. بيشوب على الاي 5 دي نقله غريبه ما فهمتهاش الصراحه، هو يمكن عاوز يمسمر الفيل بتاعه. ولكن انا لعبت بيست موف على الانجن نايت على الاي 4.
ايه فكرتي؟ فكرتي ان انا عاوز اجيب بيشوب على الاف 6 واكسر الفيل ده وارجع بالحصان. ما هو يا جماعه انا كسبان قطعه، فانا دلوقتي بلعب على ان انا اكسر قطع كتير ويكون ادخل اند جيم. اند جيم ده هيكون مكسب ليا لان انا معايا قطعه كامله زياده. تمام. ولكن هنا اسيب كمان بيضه. يا نهار ابيض. طب ايه يا اسلام انت بتخسر ولا إيه؟ لا مش بخسر. ليه؟ لاني بلعب بيست موف بيشوب على السي 8. مش بيست موف، هي نقله كويسه، كان نايت على الدي 6 كانت اقوى. هات الروك ولو كسر اكل بالفيل وخلاص يعني تمام. ولكن لعبت بيشوب على السي 7، هات روكك ورا الفيل، فانا قلت اهو بكسر قطع. روك على الاي 7 كسرت اكل. وهنا بص كده على البوزيشن ده، ماتيريال انا معايا حصان زياده وهو معاه بدائين سالكين. يعني يا اسلام كل خطتك المفروض انك تركز على البدائين السالكين، صح كده؟ صح. انا قلت طيب ماشي، ابدا الاول اكسر وبعد كده اشوف موضوع البدائين السالكين. كان المفترض العب اف 6 اطرد الفيل، وبعد كده نشوف ايه موضوع البدائين السالكين. معايا هو فيل، معايا هو حصان، والفيل ده مهم جدا 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 في ايقاف البادئ السالكه، صح كده؟ ولكن انا قلت لا انا عاوز اكسر، انا معايا قطع زياده، رحت لعبت بيشوب على اف 6. طب ليه بلندر؟ لانه كان المفروض يكسر. طيب وبعد ما باكل انت مشيت الفيل، صح كده؟ وريني مين هيوقف البدائين السالكين دول. ما انت خلاص تخلصت من الفيل بتاعك اللي كان اصلا حاطط بريشر على البدائين السالكين، وريني مين هتخلص من البدائين السالكين. عشان كده النقله دي بلندر. هنا احمد ابراهيم كان معاه 20 ثانيه او كان معاه تقريبا 15 ثانيه، قلت خلاص يا جدعان الراجل بيفلج. بس المشكله ان كان في انكريمنت 3 ثواني. تمام. فهو الراجل بدا يلعب بولت بقى، راح لعب بي 5. ليه بلندر؟ عشان انا بكسر تيكس تيكس. ايوه ما فهمتش ليه بلندر، ما هو البدائين دول بيرقوا. لا، ما بعد التكسير انا دلوقتي اللي بقى معايا بدأ سالك. خلي بالك البدأ ده قدامه 4 خطوات ويرقي. قول لي موف يا اسلام انك تدفع نايت على الدي 4. انا اسف دي 4 على طول. طب ايه اللي فيها؟ ما بيقرب بالملك. لا دي 3 ما بيقربش، الحصان واقف والملك ما يقدرش يهرب. طب يا عم كينج على الاي 1 اللي فيها دي 2 بكش. طب ما بيجي يقف ورا البيدق، لا نايت تكس اف 2 بكش، ما يقدرش ياكل، يمشي ارقي بكسب. مكسب سهل، مكسب سهل اه. طب امال انت عملت ايه؟ انا قلت راجل معاه 10 ثواني خلاص بيفلج يعني العب اي حاجه. اقسم بالله انا بقول كده جوايا والله العظيم، بقول معاه 10 ثواني خلاص انا كسبت. انا قلت خلاص هيستسلم دلوقتي ولا حاجه. تمام. رحت لعبت روك على السي 8. ايه ده؟ هات مات. طب يا عم بيلعب كينج على الاف 1 مفيش مات، بيهرب من هنا. رحت لعبت اي حاجه اتش 6. ايه يا اسلام؟ بره الانجن يا جدعان. بص والله العظيم هيطلع هيسب لي دلوقتي. بصوا يا جدعان كان معايا تفوق كام؟ 6 او 5 ونص. اتش 6 لا العادي. انا قلت ايه؟ بفتح نفس للملك. يا عم نفس إيه اللي تفتحه للملك؟ ما الملك اصلا مفتوح نفسه. ما هو الملك ما هو الملك بيهرب اصلا. يعني ايه تفتح نفس مش فاهم يعني. طب ما انت لعبتها ليه؟ انا قلت لا بقول العب اي حاجه بحيث بس ايه خلاص هو معاه 10 ثواني بيخسر. قلت العب اي حاجه كده، ده تضييع وقت. ولكن امال ايه كان افضل منها؟ دي 4 برضه. طب ما هو بيلعب كينج على الاي 2 بيوقف البيدق، دي 3 بكش. طيب ايه ده؟ ثواني افرض اكل هنا نايت على السي 5 بكش وباخد روكو. تاكتكس يا جدعان. يعني تاكتكس الصراحه. المهم هل انت لعبت دي؟ لا لعبت اتش 6. تبان نقله عاديه جدا لكنها ليه بلندر؟ عشان كينج روك على الاي 7. ايه فكرتها؟ عاوز يبدا يدفع اي 4 في اي 5 من غير ما ملك يطلع. يعني هو احمد ابراهيم بيقول انه لاعب روك على الاي 7 كويس على فكره، مانع ملك انه يهرب. انا قلت البادئ دي خطيره، ابدا احاول اقرب بيهم نايت على السي 3. عاوز البيدق اي 4 منطقي، حميت البيدق. ماشي. تلعب ايه يا اسلام؟ اخيرا لعبت نقله الانجن دي 4 بلندر. يا عم انت، يا عم انت بالله عليك ثواني، مش الانجن عمال يقول من بدري دي 4؟ ليه بقت دلوقتي بلندر؟ هقول لك لا، ركز في الفروقات. دلوقتي بص كده ارجع من شويه، دي 4 دلوقتي كانت كويسه جدا. ليه؟ عشان لو قرب بالملك وانت دفعت واكل بتديله كش وبتاخد الروك. لكن بص الفرق بين البوزيشن اللي كان بدري والبوزيشن دلوقتي. لما لعبت اتش 6 راح لعب لعبت نايت على سي 3 اي 4. خلاص انا لو دفعت دي 4 في دي 3 هو بياكله وما عنديش كش واخد الروك، ما الروك مشيت. امال كان المفروض العب ايه؟ كان المفروض اوقف البادئ السالكه والعب روك على السي 4. ابدا اوقف البادئ دي واضغط عليها. طب ثواني افرض هو مثلا دفع حاجه زي كده فالبدأ ده بيقع. يعني البدأ ده بيقع انت عارف، انت تصور إن لو اكلت دي بلندر. يعني تصور ان انا لو اكلت دلوقتي بلندر اني بعد ما باكل ما بلحقش البيدق. بي 7 بيرقي ما بلحقش. يا نهار ابيض. طب ثواني، طب ممكن تاكله بالحصان بلندر برضه. ليه؟ علشان كش بطلع بالملك بيدفع ما بلحقش. انت متخيل يا جدعان اند جيم مليانه افخاخ ازاي؟ اقسم بالله حاجه في قمه الرعب. ده لسه ده في مفاجاه كبيره شويه كده. تمام. المهم طب بس انا اسلام شايف انك ما زلت بتكسب، بس انا لعبت دي 4 ضيعت الدور. ليه؟
اونلي موف على الانجن بي 6. الراجل عاوز يدفع وبعد كده ويلعب رك على الاي 8 واكل يرقي. منطقي جدا. انا قلت خلاص طب انا اقف ورا البيدا، رك على البي 8، بقف ورا البيدا، ودي فعلا اونلي موف للتعادل. احمد ابراهيم اي 5 بيلعب حرفيا في 10 ثواني. انتوا شايفين يا جماعه الشكل ده بيتلعب في 10 ثواني منه هو. انا كان معايا تقريبا دقيقه، كل ما يكون معاه تقريبا ثانيتين ثلاثه الاقيه داس بقوا 5، داس بقوا 8. يا عم اخلص يا عم اخلص وقت وقوم. لا هو معلق. ماشي. انا لعبت نايت على الدي 5 كويسه، بقرب من البيادق عشان خلاص يعني يمكن اضحي الحصان ده في البدائين واحاول افل يعني العب على التايم، يعني بقول العب على كده يعني. راح لعب كينج على الاي 2، معذره لعب كينج على الاي 2، قرب بالملك بتاعه، عطته كش. كينج على الدي 3، نايت على الدي 5، رجعت تاني. طب سبت له ليه البيدا؟ امال هلعب ايه طيب؟ يعني هلعب ايه؟ هل العب دي مثلا بلندر ليه؟ عشان عليها رك على الدي 7. ايه فكرتها؟ عاوز خلاص يدفع دلوقتي اي 6 في اي 7 ويرقي. ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي لو انا لعبت اي حاجه كده مثلا فعنده رك على الدي 5، هات حصانك. حصانك يروح فين؟ هاجي هنا مثلا كينج تيكس، تلعب ايه؟ العب تلعب ايه؟ النايت هنا مثلا بكش كينج على السي 5 مثلا، تلعب ايه؟ نقله انتظاريه مثلا جي 6 اي 6، تقدرش تاكل خلاص اي 7 اي 8 وبيرقي. تمام. يعني مش عارف انا ايه الرعب ده يا جدعان. فانا المهم رجعت نايت لعبت نايت على ال دي 5، سبت له البيدا، قلت عشان يمكن اضحي حصان في بدائين. يعني انا قلت لو اكل فانا باكل واحاول اكسب وقت. تمام. هو نعم معاه بدأ زياده ولكن احاول اكسب وقت، ده كان تفكيري. المهم هو عمل ايه؟ اكل بالفعل البيدا. انا لعبت نايت على البي 4، ما اكلتش مش عارف ليه، وهنا تقريبا انا بخسر، مش تقريبا ده بالفعل انا بخسر. ليه النقله دي بلندر؟ عشان خلاص البدائين دول بيرقوا. الانجن هنا بيقول كينج سي 5 بتكسب، روك سي 7 بتكسب، كينج سي 4 بتكسب. هو لعب برضه نقله بي 7 بتتعادل، ولكن كنا في تايم ترابل اللي احنا الاثنين. لعبت كينج على الاي 8، قلبت عيان وميت خلاص. كينج على الاي 4، ما اعرفش هو ليه بيبعد، ولكن تعالوا اوريكم حاجه مجنونه يا جدعان. هنا النقل، انت تتخيل ان هنا بعد ما لعبت كينج على الاي 8 قعدت الطم والناس ورايا قعدوا يلطموا. اقسم بالله لقيت الناس ورايا عمالين قعدوا يقولوا لهوي بعد ما لعبت كينج على الاي 8. ليه؟ ده في فرك بالحصان وتاخد الرك. اقسم بالله يا جماعه. بس انا بقول انتوا عارفين وانا بلعب كينج على الاي 8 كان احمد ابراهيم الوقت كتب 0، داس بقوا 3 ثواني، لان هو حرفيا 2 1 0، داس بقوا 3 ثواني. قعد يلعب هو بالانكريمنت بالزياده. طب ليه كينج على الاي 8 دي نقله بلندر؟ مش انت عندك اسلام يعني مش كان عندك دلوقتي كش وتاخد الرك ومعاك قطعتين وبتكسب؟ بص يا جدعان، بصوا بتفرج كش. تمام. كينج على السي 5 تلعب ايه؟ ما تاخد الرك. انت متخيل يا جدعان لو انا عملت كش واخدت الرك تفوق 7 للابيض؟ ليه كده؟ لان البدائين دول بيرقوا وما بتلحقهمش. بعد اعتبره بازل، اونلي موف للابيض بتدي تفوق 7، النقلات كلها الباقيه بتدي تفوق 5 للاسود. ايه النقله دي؟ كينج بي 5، كينج بي 6، الحصان اتحبس. يا راجل هنا بيتاكل والحصان اتحبس. طب ما انا ممكن مثلا العب نايت هنا اتحبس، طب وبعدين هتقدر تاكل هنا؟ هتضيع ركك ومعاه بدأ سالك. طب ممكن اقرب بالكينج سهله اي 6. عاوز ايه؟ عاوز اي 7 برقي. يا نهار ابيض يا جدعان. تخيلوا ان الناس قعدت تلطم لما لعبت كينج على الاي 8 ورايا. اقسم بالله قعدوا يلطموا، قالوا يا لهوي. انا قلت فيها يا جدعان اقول ده كان عندي فورك. تمام. فكرته ببساطه ان انا لو عطيت فورك وقرب واكلت بخسر. انتوا متخيلين؟ عشان كينج على البي 6. انت فاهم يا جماعه يعني ايه معايا روك ومعايا حصان وبخسر؟ اقسم بالله حاجه في قمه الدراما. انت يعني ده شكل مرعب. يعني ما اظنش ان حد يبص على البوزيشن ده ويقول ان في تفوق 7 للابيض. تمام. بس برضه انا كان معايا الصراحه كام تقريبا برضه كان معايا 20 ثانيه ولا حاجه، وكنت بقول ان ايه يعني انا احرك اي نقله هو معاه 0. تمام. فبقول له تايم يدوس بقى 3 ثواني. يا عم خلص يا عم ارحمني ابوس ايدك يا عم. فالمهم لعبت كينج على الاي 8. طبعا هو اول ما الناس لطموا راح هو شاف الفرك راح مشي بالكينج بعيد. هو طبعا يا جماعه احنا الراجل معاه 3 ثواني ما مش مشكله. تمام. وانا برضو بلعب اي حاجه. انا قلت شفت الفرك اخيرا، ولكن ما بقتش بفرك. نايت على سي 6 ما بقتش بفرك. ليه؟ عشان عنده دلوقتي يلعب ديه لو اكلت بيرقي. انا قلت خلاص انا مش هاكل كده كده الروك بتاعتي محميه، فانا اقرب بالكينج. كينج على الدي 8، ولكن اي 6 الابيض بيكسب خلاص. كينج على سي 7 يا راجل الملك بيقرب وموقف كل حاجه. اي 7
تسليم. ليه؟ هتعمل ايه؟ خلاص هتاكل حاجه زي كده مثلا، ركع سي 8 بكش بريليانت موف. واو واو يا جدعان، واو. طبعا ده ما تلعبش في الدور، تلعب حاجه مختلفه تمام. ولو اكلت بيرقي، ولو غطيت بياكل بكش. ايه يا جدعان الاند جيم دي؟ اقسم بالله ايه الاند جيم دي؟ ايه الاند جيم دي؟ انت تخيل دي بريليانت موف، لو اكلت البيدق ده بريليانت موف باكل بيرقي. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا في الدور يا جماعه انا كان معايا 20 ثانيه، هو كان معاه 3 ثواني ولا ثانيتين. انا لعبت كينج بتكس بي 7. هو هنا اكل او رقه بروك. هو رقه هنا رقه عادي او اكل تقريبا. انا اكلت بالحصان. اكلت وبعدها هو كان معاه 5 ثواني وانا كان معايا 10 ثواني، استسلمت. ليه؟ بص كده. يعني هو عمال يلهيك هنا عشان يقرب بالملك. كينج على سي 7، خلاص تسليم. ليه؟ اي 6 تيكس بيسلك بيدق من هنا. معقوله يا اسلام؟ معقوله؟ بس بالله عليكم، هل انت شايف المكسب سهل في اي لقطه من اللقطات؟ هل كنت شايف مكسب سهل؟ انت متخيل يا جدعان؟ يعني انا بالله عليكم استحلفكم بالله، يعني نايت على سي 6 اللي الناس قعدوا تلطم عليها ورايا وهم بيتفرجوا تمام، ولو قرب بالملك انا باكل، بتطلع بلندر في الاخر والابيض برضه بيفوز. ما هو انا مش فاهم. بيست موف هنا ان ناكل البيدق، اكل واتعادل. ده اللي كان المفروض اعمله، ما اكلش الرك. واو واو واو. ده من اكتر الادوار دراما اللي شفتها في حياتي، مش ليا انا، اللي شفتها عموما في الشطرنج. من اكتر الادوار دراما حرفيا. طبعا الاند جيم ما كانش اقوى حاجه لانه كان في حاجات سريعه كده تمام. طبعا هو قرب تمام. انا في الدور تقريبا لعبت الاول جي 6 تمام، دفع فرحت. لا هو ما دفعش، انا ما دفع ما حركش، لعبت جي 6 راح قربت بالملك اكل خلاص. تك 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 بيرقي واستسلمت. حرفيا استسلمت وهو كان معاه تقريبا ثانيتين ولا حاجه. وحرفيا يا جماعه والله يعني مش عارف، يعني بعد ما عملت بريليانت موف قويه جدا هنا تمام، ما كانتش متشافه وكانت النقله الوحيده العقاب على البلندر بتاعه. ف حصل خير، حصل خير يا جماعه. يعني كان دور الصراحه مليان دراما ودور صعب جدا، دور صعب جدا جدا جدا. بس خلي بالكم ان ده برضه دور في الاول والاخر كان 8 دقائق يا جماعه، 8 دقائق تمام. وبرضه صراحه مش سهل يعني تمام. وانا بلعب حد 2300، فانا بلعب شخص قوي جدا جدا يعني تمام. وده الدور الوحيد اللي خسرته في تصفيات الكليه، وطلعت مركز تاني والحمد لله اتاهلت على مستوى الجامعه يعني تمام. فدي الجوله اللي هي الطبق الرئيسي اللي انا محضره يعني. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا تمام. وتحياتي لاحمد ابراهيم، بتوعدك ان خلاص يعني مش هتشوف مني خير تاني. تمام، هو كده كده راجل جامد. ولكن ان شاء الله لعله خير. ودعواتكم معانا بكره في جولتين، الجوله 20 و20 دقيقه، هي المفروض كلاسيك يعني الجوله 40 دقيقه. فدعواتكم معانا ان شاء الله بكره في جولتين ان شاء الله، بحاول افتكرهم ونغطي الجولتين مع بعض. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. استنوني بكره، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول له رايك في التعليقات، وتشغل زر الجرس عشان تشوف الجولتين اللي بكره ان شاء الله يعني تمام. بس هم 7 جولات. الجوله الاولى الحمد لله كسبتها، اللي هي اللي كانت في الاول خالص دي على مستوى الجامعه. دعواتكم معانا في الجولات الجايه. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.